أخوك يا سعيد. حاضر، هسه بناديلك عليه. أهلا وسهلا في الرجال. شوفوا يا إخوان، إحنا اليوم مجتمعين عشان نختار مين بده يمثلنا في المجلس القروي، ولازم يبقى اللي بده يمثلنا عقد المسؤولية، يبقى معروف بين الناس إنه محترم، عشان ما نطلعش من المولد بلا حمص وتروح علينا تشل المكاعد للحمايل الثانية. بعدين شوفوا علي عاد، بدي اياكم من الصبح موجودين باب قاعة الانتخابات، انتو ونسوانكم وولادتكم كلكم تبقوا موجودين. بعدين شوفوا عاد، احنا مش رايحين على الانتخابات محبة في الانتخابات، احنا بس بدنا حدا يمثلنا في هالمجلس القروي. يلا شوف عاد، انا بدي رشح حاله. انا بقول فوزان هو اللي يبقى مرشحنا في المجلس. صح انه زلمه فكير وعلى البركي، بس ما فيش عنده شغل وبرد علي مش زيتكم. شو اللي بتحكي فيه يا عم ابو السعيد؟ والما انت هسه بكيت تقول بدنا واحد على قد المسؤوليه، وفوزان واحد على البركه وبيعرفش شو يعني انتخابات. كيف بدك تخليه ممثل لحمولتنا يا زلمه؟ هذا بضرنا وبضر البلد. يا جماعة الخير، هذا اسمه مجلس خدمات، يعني بيحرص على إدارة الخدمات الأساسية والرئيسية في البلد، وبيحرص على جلب مشاريع لتطوير وتحسين البنية التحتية. وأنا وإنتو جميعنا عارفين إنه بلدنا ناقصها شغلات كثيرة، ناقصنا طرق وصيانة وغرف صفية، وطلابنا يوم عن يوم قاعدين بيزيدوا. السلام عليكم يا جماعة. يا جماعة الخير، كل عيال البلد استعدت، وإنتو لساتكم مش مختارين مرشح. يا جماعة الاختيار مش سهل، لازم نتأنى شوي. وانا معاك في هذا القرار يا ابو محمد. اسمع جاي انت وياه، طول عمرنا واحنا ندخل هالانتخابات فشخرة ومنظرة، وهذا الحكي اللي بتحكوا فيه تشلو مش داخل راسي. وانا بدي فوزان هو اللي يبقى مرشحنا، لانه الناس بتحبه وبتعطف عليه، راح نضمن حدا يمثلنا في المجلس، وهذا اللي بيهمني. يا سعيد نديلي على فوزان. حاضر يابا. خير ان شاء الله. رد على ابوي، بدي اياك في المجلس. خير، شو بده ابوك؟ بعرفش كان ينادى على فوزان. طيب قوم خليها رجال تشوفك، قوم. مرحبا عمنا ابو سعيد، شو الاخبار؟ ليش هذولا الناس هان في غذاء؟ اسمع ولا، بدنا نرشحك للمجلس، تقدر على هالشغلة ولا لا؟ خلي الرجال تسمع رايك، يلا شوف. يا عم ابو سعيد، اصلا انا شاطر، بعرف الصح واكح واعطس، شاطر انا بعرف اسوي ترسي. تعرف ترقص اخرى؟ دلبني وشوف. شايف يا عم ابو السعيد، هذا انسان بيستحق يكون ممثل لحمولتنا؟ جاوبني، مالك ساكت؟ كلامكم يا جماعة صحيح، احنا لازم نخرج من هالجهل والقبلية والانتماء للحمولة، ونقدم عليهن المصلحة العامة، ونختار اللي بيقدر يخدم أهله وبلده وبيجلب المنفعة للجميع، لأنه الخير لما يعم بيصيبني وبيصيبك وبيصيب كل واحد منا. وإذا ما توفر حد من حمولي عنده الكفاءة بس ما عنده وقت، أو وقته ما بيسمح له إنه يشارك في المجلس،
لازم احنا نشارك في اختيار اشخاص بنضع فيها ثقتنا وبنعمل فيها خير.